بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر وفر مع بناتي. كل لحظه يا رب وانتم بخير. كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. النهارده باذن الرحمن انا جايه اوريكم الفراخ بتاعتي دي. الفراخ دي يا جماعه النهارده عمرها 29 يوم وما شاء الله. مش انا ما جبتش كتير، انا جايبه والله 11 فرخه. كنت جايبه الفرخه تقريبا ب 32 جنيه. النهارده ما شاء الله يعني الكتكوت نفسه عدى ال 42. يعني مش عارفه الاسعار الفظيعه دي، ربنا يفكها من عنده يا رب. بس بصراحه انا بقول لكم اللي خد على انه يربي تربيه البيت عنده ما يعرفش يسلها زي ما بيقولوا، وما يلاقيش مهما يجيب فراخ تانية مش هيستطعمها ابدا، ومش هيستطعم باي فراخ تانية. فالمهم انا قلت خلاص انا هجيب على قد كده، مش هكتر ولا حاجه. انا هجيب على قد كده وخلاص، وما منها ان انا يعني ما يبقاش ضغط عليا، ولا يبقى خلاص ان انا بقى تضايقني في المكان او تضايقني في الاكل كمان او حاجه من دي. فالحمد لله رب العالمين انا جبتها كده. وخلي بالكم انا بحط لها الوقت عيش يا جماعه اهو. انا عيش عندي رز كمان اهوتي، شايفين في رز فايض عندي من البيت حطيته لهم اهو. عيش مع رز مع عليقه كله كده بحطه لهم اهو. خلاص والله انا بحط لهم الله مره واحده بس في اليوم. انا بحط لهم علبتين او حاجتين كده، في حاجتين اهم. واقول خلاص عشان اما اطلع لهم مره واحده بس. والميه طبعا بعمل حسابي ان احط لهم ميه بزياده. والحمد لله رب العالمين باجي امر عليهم كده وخلاص. والوقت ما شاء الله الله اكبر. الواحده انا هوزن قدامكم وتشوفوا الميزان. بس بقول لكم ان يعني بقدر المستطاع، يعني انا بقول لكم المكان كتير يبقى قليل، بدل ما اجيب كتير لا اجيب قليل، اجيب على قدي. منها ان انا بقول لكم اهو ما شاء الله اكلين الوقت وقاعدين يناموا في بعيد اهو بيجروا ما هم. منها ان انا بدل ما ابقى يعني الحاجه دي غاليه عليا والاكل غالي ومكلفني وكلام من ده، لا ما يكلفنيش. اجيب على قدي بس، وساعه ما اذبحهم ابقى اجيب غيرهم تاني اهو. فانا هوزن، بقول لكم هوزن قد. شايفين ما شاء الله فيهم كلهم حيويه وبيجروا ازاي اهو. اهو اهو هوزنهم كده اهو. واللي بياكل طبعا هوزن يا جماعه اهو. حبايبي خلاص انا مش عارفه اصفر الميزان، فانا حطيت جردل كده وبوريكم بس ان هو واقف كده على نص كيلو اهو. طيب هحط الفرخه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الفرخه يا جماعه جوه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله. يا رب بارك يا رب بارك يا رب. اهي كيلو 2 كيلو يا جماعه، يعني الفرخه كيلو ونص. كيلو ونص عمر 29 يوم النهارده. الحمد لله رب العالمين. ومعظم الفراخ كلها ما شاء الله بالطريقه دي من غير ما كلفتني والله حاجه، الحمد لله. يا دوبك انا كنت بجيب لهم كام كيلو كده الفراخ البادي اللي اسمه ايه دي العليقه البادي. على ما خلاص ما شاء الله يعني حوالي يمكن 5 كيلو، ما جبت لهمش شكاره كمان. انا جبت حوالي 5 كيلو كده. وبعدين بداوا بقى كبروا شويه، فبدات احط لهم بقى اجيب الوسط اللي موجوده عندي الوقت حاليا. جبت شكاره اهي، جبت شكاره خلاص وسط اهي يا جماعه. خلاص فسبتها كده وبحط بقى معاها ايه العليقه. بقول لكم بحط العليقه مع العيش مطحون. انا طحنا العيش فبيدينا عيش ناعم كده، بيدي طبعا عشان فيه الخميره والحاجات ديت بتبقى حلوه لهم. على اي رز في البيت او اي حاجه من دي بحطها كده ما شاء الله الله اكبر. زي ما انتم شايفين. اللهم بارك لنا فيهم يا رب، اللهم بارك فيهم واحفظهم يا رب. انا كده الوقت بقول لكم اهو. انا عشان الوقت دول اكنهم فراخ بلدي بالظبط، لاني معوداهم على الاكل البيتي. ان انا بحط لهم البواقي بتاعه البيت. بواقي البيت بحطها لهم وبياكلوها الحمد لله رب العالمين اهي. فالوقت ما بيكلفناش حاجه، وجنب البيت زي ما بيقولوا بياكل من جنب البيت. وفي نفس الوقت يعني الدوره ما فيش 35 يوم. واقوم ده نستنى بس الاذان. وعشان احنا دايما فيديوهاتنا بتتكلم على التوفير، وانا دايما بقول لكم في الميزانيات بتاعتنا وفي كل حاجه بنتكلم عن التوفير. فانا بقول لكم ده من ضمن التوفير يا جماعه. انا الوقت بدل الفراخ اللي سعرها يمكن وصل والله النهارده بقول لكم كانت تقريبا ب 88، ومش عارفه امبارح بكام. يعني كل يوم في شكل. فخلاص وانا متوقعه ان هي هتوصل لل 100 جنيه زي ما كانت واصله قبل كده. انا متوقعه دي لان حتى الدكتور بيقول ان الكتكوت نفسه هيزيد من الاسبوع الجاي. حتى كاتب على الجروبات بتاعته وكلام من ده ان من يوم الاثنين الجاي الاسعار بتاع الكتاكيت هتزيد. ما اعرفش بقى جابها ازاي والله، مع ان انا عارفه ان الموضوع ده بالبورصه، بس ما اعرفش. المهم كاتب كده.
فانا بقول لكم يعني الحمد لله رب العالمين، احنا الوقت لما نجيب الكتكوت ونربيها على ايدنا وياكل من اللي بيفاضل من البيت عندنا او بواقي اي حاجه، الحمد لله هيريحنا طبعا، مش هيكلفنا كتير زي ما يكون بنشتري. بقول لكم فراخ كبيره، او لو عندكم اي وقت عزومه اي حاجه، حد جالكم على غفله او حاجه، طبعا دي بتبقى معمره البيت يا جماعه، او هي فراخي في الثلاجه، ابقى مش شايله هم حاجه، الحمد لله رب العالمين. وده برضو بقول لكم من ضمن التوفير. اللهم لك الحمد والشكر يا رب، ربنا يكرمنا كده ويبقى دورتنا تكمل على خير، وان شاء الله يا رب نشوفهم مع بعض باذن الله يا رب. على 35 يوم ممكن يجيبوا ان شاء الله باذن الرحمن ال 2 كيلو. يعني خلاص يعني بعد 6 ايام. بس انا بصراحه مش بحب ان انا اعمل بس 2 كيلو، لا انا بزود شويه، بحب دايما اعمله على حوالي 40 يوم. اذبح الفراخ ديتي، فبتكون وزنها ما شاء الله كبر بقى طبعا اكتر من كده. فالحمد لله رب العالمين، ان شاء الله يا رب باذن الرحمن ربنا يكرمنا كده وما نذبحهم ان شاء الله. انا هوريها لكم برضو ان شاء الله يا رب. بس بقول لكم انا حبيت والله يا جماعه، انا كنت طبعا عاملاهم في كرتونه، تحت في البيت عندي، وبعد كده طبعا الجو حر قوي، قلت لا انا هطلع احطهم في البتاع، في ده اهو البوكس ده اهو، طلعت حطيتهم في البوكس ده، وبرده لما كبروا شويه بقى نزلتهم على الارض كده، قلت خلاص يبقى هنا بقى يلعبوا كده على الارض خلاص. طبعا الفرخه ديتي فرخه عندي يا جماعه بلديه وبتبيض كمان، بس رجلها انكسرت، فانا قلت خلاص حرام اهي، حرام بقى ان اسيبها في وسط اخواتها. انا حطيتها هنا لان طبعا الفراخ البيضه هاديه عن الفراخ البلدي. فبقول لكم اهم بيشربوا الميه خلاص اهم، الحمد لله ربنا يبارك لنا فيهم يا رب، اللهم احفظهم يا رب. المهم يا جماعه انا بس بوريكم الفيديو ده النهارده، انا ما عملتش معاكم الفيديوهات بتاعت الفراخ من زمان، بس بجد انا بوريكم بس ان انا ما جبتش اول مره خالص ان انا اعمل فراخ او دوره فراخ تكون حاجه بسيطه خالص كده 10 فرخات بس. انا قلت خلاص والله انا بس يعني الله يرحمك يا امي كانت دايما تقول خلاها مفرد، يعني كانت بتتفائل بالفرد. فانا بعد ما جبت ال10 كده قلت للدكتور طب هات لي كمان واحده، جم 11 الحمد لله رب العالمين، اللهم بارك لنا فيهم يا رب، اللهم بارك فيهم. فبقول لكم ان شاء الله باذن الرحمن لما اخلصهم كده هقول لكم بالظبط اللي اتكلفوا قد ايه وفيهم توفير قد ايه كمان، لان بقول لكم انا تحت البيت عندي فرارجي والله العظيم النهارده بساله الفراخ بكام، قال لي ب 88 جنيه. قلت له يا نهار ابيض، كل يوم هتزود لي 2 جنيه؟ قال لي والله ما بايدي، كل يوم يا جماعه 2 جنيه كل يوم، الله اكبر. يعني بجد حرام حرام حرام، لا ده انا هحطهم الحمد لله يعني ليا ولولادي كمان، خلاص الحمد لله رب العالمين. واتحطوا في الفريزر وخلاص. بس اقصد اقول ان هو هيبقى مش هيكلفني زي ما هشتري من بره وهشتري بالاتمان دي، يعني اللي انا بقول لكم كيلو ونص دي واقفه ما شاء الله بمبلغ الوقت. وبرضه بقول لكم الحمد لله ما كلفتنيش اكل كتير، لاني ما اديتش عليها بس كده صافي زي ما كنت زي المزارع او اي حاجه من دي، لا ده انا بدي بعودهم زي اكنها فراخ بلدي، زي يعني الاكل البيتي او الاكل العادي خالص انا بدي منه، والحمد لله عودتهم من بدري كده فبقوا كويسين الحمد لله اهو. يا رب ما يخسرنا ان شاء الله، ان شاء الله نتقابل بقى باذن الرحمن يا رب على خير. اما اذبحهم ان شاء الله يا رب باذن الله، او وقبل ما اذبحهم طبعا هوزنهم معاكم ان شاء الله يا رب باذن الرحمن. اقابلكم دايما على خير، سلام عليكم.